أعوذ بالله من الشيطان اللعين الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. روي عن فاطمة الزهراء سلام الله عليها أنها قالت دخل علي أبي رسول الله صلى الله عليه وآله في بعض الأيام وقال لي يا فاطمة إني لا أجد في بدني ضعفا، فقلت له أعيذك بالله يا أبت من الضعف، فقال لي يا فاطمة ائتيني بالكساء اليماني وغطيني به. قالت فاطمة سلام الله عليها فأتيته بالكساء وغطيته به، فصرت أنظر إليه فإذا وجهه يطلع له نورا كأنه البدر في ليلة تمامه وكماله. اس سے زیادہ آواز تو 10 میڈیا والوں کی آ رہی تھی جتنی آپ کی سلوات کے نہیں آئی. 1000 کا مجمع ہے. قالت فاطمة سلام الله عليها فما كانت إلا ساعة وإذا بولد الحسن قد أقبل وقال السلام عليك يا أمه، فقلت عليك السلام يا ولدي ويا قرة عيني وثمرة فؤادي. فقال لي يا أمه إني أشم عندك رائحة طيبة كأنها رائحة جدي رسول الله صلى الله عليه وآله. فقلت نعم إن جدك نائم تحت الكساء. فأقبل الحسن عليه السلام نحو الكساء وقال السلام عليك يا جداه، السلام عليك يا رسول الله، أتأذن لي أن أدخل معك تحت هذا الكساء؟ فقال له نعم قد أذنت لك. فدخل الحسن عليه السلام معه تحت الكساء. قالت فاطمة سلام الله عليها فما كانت إلا ساعة وإذا بولد الحسين عليه السلام قد أقبل وقال السلام عليك يا قرة عيني وثمرة فؤادي. فقال يا أمه إني أشم عندك رائحة طيبة كأنها رائحة جد رسول الله صلى الله عليه وآله. فقلت نعم إن جدك وأخاك تحت هذا الكساء. فدنا الحسين عليه السلام نحو الكساء وقال السلام عليك يا جداه، السلام عليك يا من اختاره الله، أتأذن لي أن أكون معكم تحت هذا الكساء؟ فقال له نعم قد أذنت لك يا حسين عليه السلام. فدخل معهم الحسين عليه السلام تحت الكساء. قالت فاطمة عليها السلام فما كانت إلا ساعة وإذا بأبي الحسن علي عليه السلام قد أقبل وقال السلام عليك يا بنت رسول الله. فقلت عليك السلام يا أمير المؤمنين. فقال يا فاطمة إني أشم عندك رائحة طيبة كأنها رائحة أخي ابن عمي رسول الله. فقلت نعم ها هو مع ولديك نائم تحت هذا الكساء. فأقبل علي عليه السلام نحو الكساء وقال السلام عليك يا من اختاره الله، أتأذن لي أن أدخل معكم تحت هذا الكساء؟ قال نعم قد أذنت لك. فدخل علي معهم تحت الكساء. قالت فاطمة سلام الله عليها ثم أقبلت نحو الكساء وقلت السلام عليك يا أبتاه، السلام عليك يا رسول الله، أتأذن لي أن أدخل معكم تحت هذا الكساء؟ قال نعم قد أذنت لك. فدخلت معهم تحت الكساء. قالت فاطمة فلما اكتملن جميعا تحت الكساء قال الله اعلموا يا ملائكتي وسكان سماواتي وعزتي وجلالي إني ما خلقت سماء مبنية ولا أرضا مدهية ولا قمرا منيرا ولا شمس مضية ولا فلكا يدور ولا بحرا يجري ولا فلكا يسري إلا في محبة هؤلاء الخمسة الذين هم تحت الكساء. فقال جبرائيل عليه السلام يا رب ومن تحت الكساء؟ قال الله تعالى هم أهل بيت النبوة ومعدن الرسالة، هم فاطمة وأبوها وبعلها وبنوها. فقال جبرائيل يا رب أتأذن لي أن أهبط إلى الأرض ليكون معهم سادسة؟ فقال الله تعالى نعم قد أذنت لك. فهبط الأمين جبرائيل وأقبل نحو الكساء وقال السلام عليك يا رسول الله، السلام عليك يا من اختاره الله، إن الله عز وجل يقرئك السلام ويخصك بالتحية والإكرام ويقول لك وعزتي وجلالي إني ما خلقت سماء مبنيا ولا أرضا مدهيا ولا قمرا منيرا
ولا شمس مضيا ولا فلك يدور ولا بحر يجري ولا فلك يسري إلا لعجلكم ومحبتكم وقد أذن لي أن أدخل معكم تحت هذا الكساء فهل تأذن لي أنت يا رسول الله أن أدخل معكم؟ فقال قد أذنت لك. فدخل جبرائيل معهم تحت الكساء وقال لهم إن الله عز وجل قد أوحى إليكم يقول إنما يريد الله ليذهب عنكم الرجس أهل البيت ويطهركم تطهيرا. فقال علي عليه السلام يا رسول الله أخبرني ما لجلوسنا هذا تحت الكساء من الفضل عند الله تعالى. فقال النبي والذي بعثني بالحق نبيا واصطفاني بالرسالة نجيا ما ذكر خبرنا هذا في محفل من محافل أهل الأرض وفيه جمع من شيعتنا ومحبين إلا ونزلت عليهم الرحمة وحفت بهم الملائكة واستغفرت لهم إلى أن يتفرقوا. فقال علي إذن والله فزنا وسعدنا وكذلك شيعتنا فازوا وسعدوا في الدنيا والآخرة. بسم الله الرحمن الرحيم. اللهم إني أسألك بحق محمد وأنت المحمود، إلهي بحق علي وأنت الأعلى، إلهي بحق فاطمة وأنت فاطر السماوات والأرض، إلهي بحق الحسن وأنت المحسن، إلهي بحق الحسين وأنت قديم الإحسان، إلهی بحق الائمة التسعة الطاہرین من ذریة الحسین علیہم السلام۔ چونکہ ہم جس مہینے میں قدم رکھے ہوئے ہیں وہ مہینہ ماہ رجب المرجب، رسول اسلام محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی زبان مبارک سے نکلے ہوئے جملات کہ اے علی رجب تمہارا مہینہ ہے، شعبان میرا مہینہ ہے اور رمضان المبارک اللہ کا مہینہ ہے، لہٰذا ہمیں یہ شرف ہے کہ ہم شبیہ نجف اصل یعنی نجف ہند جو کہ پورا میں قدم رکھے ہوئے ہیں اور ماہ رجب کے آستانے میں قدم رکھے ہوئے ہیں۔ یہ متبرک مہینہ ہے۔ میں وزیر مملکت صاحب سے، کیبنٹ وزیر سے گزارش کرنا چاہوں گا کہ یہاں ابھی مئی میں جو اجتماع ہوتا ہے 10,000 سے زیادہ لوگ ہوتے ہیں اور کوئی سیکورٹی نہیں ہوتی۔ یہ صرف میڈیا والے تھے جو شور مچا رہے تھے، چاہے انہیں برا لگے۔ یہاں جتنے بھی لوگ ہیں وہ مولائی ہیں اور مولا کے چاہنے والے ہیں، وہ شر پسند نہیں ہے، بلکہ یہ آگے کھڑے ہو گئے تھے کچھ لوگ جو ہٹنا نہیں چاہ رہے تھے۔ آپ نے صحیح کہا کہ بعد میں آ کے آپ سے وہ پریس کانفرنس کریں یا جو بھی کریں، اس وقت آپ عقیدت میں آئے ہیں اور میں گزارش کروں گا اور دعا کروں گا اس ولی خاص جانشین رسول اسلام کی بارگاہ میں کہ جو قدم مولانا جاوید صاحب قبلہ فخر قوم کے ذریعے سے وزیر مملکت صاحب کے ہاتھوں آگے بڑھا ہے، اسے پائے تکمیل تک پہنچنے کے لیے میں دعا گو رہوں گا، اور بالخصوص اس بچے کے لیے جو مولانا کے آثار باقیہ میں سے تھا لیکن اللہ کی مصلحت کے اعتبار سے اللہ کو وہ پسند رہا۔ صرف اس حدیث قصہ کے طفیل میں کہ جس کے لیے حدیث قدسی ہے کہ جہاں بھی یہ دعا پڑھی جائے گی فرشتے کو نزول ہوگا، رحمت نازل ہوگی، اس شعر کے ساتھ کہ وہ آ کے بن چلے چلا بھی گیا، زمیں ترس گئی اکبر کے نقش پا کے لیے۔ بچہ واقعاً جس کی ہر آدمی کی دعا تھی کہ وہ رہے، لیکن اللہ کو ہماری دعاؤں سے زیادہ اس کی ضرورت تھی۔ لیکن بہت لوگ جو اس دنیا میں باقی رہتے ہیں ان کے نام سے اتنے بڑے کارنامے نہیں ہوتے۔ مولانا اور وزیر مملکت صاحب یہ دونوں اس قدم کو آگے بڑھانے کے لیے آئے ہیں۔ خداوند عالم ہمیں توفیق دے کہ ہم سب مل کر رسول اسلام اور آپ کے آثار جو اسلام ہیں اس پر عمل کریں۔ وآخر دعوانا ان الحمدللہ۔